طلاب تانية إعدادي. دي مراجعة قبل اختبار شهر أكتوبر الرياضة صف السنة الإعداد. نواد بيقول لك اختر عدد ينتمي إلى كيو شرطة يقع بين 1 و2. كيو شرطة أعداد غير نسبية. كلمة عدد غير نسبي يعني يقع بين 1 و2، دي مستبعد ودي مستبعد، لازم عدد تحت جذر. طب هل جذر الخمسة بين 1 و2؟ لا، لأن جذر الواحد 1 وجذر الأربعة 2، يبقى ده رقم مستبعد. إذا الحل الصح بتاعنا الجذر التكامل 7. السؤال الثاني، نوال بيقول لك اكس حيث اكس تنتمي لار واكس أصغر من الصفر. دي مكتوبة بطريقة الصفة المميزة. طب عشان نحلها لازم بقول لك اكس أصغر من الصفر، ما بقاش تساوي. طيب يعني أصغر يعني مفتوحة صفر ومفتوحة سالب ما لا نهاية، يبقى سالب ما لا نهاية انكتب الأول. يبقى الحل الصح بتاعنا الفترة مفتوحة سالب ما لا نهاية ومفتوحة صفر. السؤال التالي بيقول لي الجذر التكعيبي سالب 8 نقط، الفترة المغلقة سالب 1 و3. طب الجذر التكعيبي سالب 8 كام يا ولادي؟ سالب 2. طب هل سالب 2 بيقع ما بين سالب 1 و3؟ لا. ليه؟ لأن دي سالب 1 وراها صفر وراها 1 و2 و3، أما السالب 2 ما بيقعش ما بين العددين دول، يبقى ديت لا ينتمي. المعكوس الضربي للعدد 3 صحيح و3/4. المعكوس الضربي ارفع الكسر الأول، ال3 في 4 ب12 و3 يبقوا 15. 15 على 4. طب هات المعكوس الضربي اقلب الكسر يبقى 4 على 15. هنا بيقول لي اكس بالفترة بتاعتنا سالب 1 و3 مغلقة من هنا ومن هنا، والواي مغلقة 1 ومفتوحة من عند الخمسة. مثل على خط الأعداد. ادي خط الأعداد موجود عندنا اهو. طبعا هنا يا ولاد ادي الصفر، وادي الواحد الاتنين 3 4 5، وهنا سالب 1 وسالب 2 لغاية سالب ما لا نهاية. الاكس الأول سالب 1 مغلقة والتلاتة مغلقة، ادي الفترة المغلقة سالب 1 وادي مغلقة من عند التلاتة. الفترة التانية من عند الواحد مغلقة ومن عند الخمسة مفتوحة. هنا طالب مني اكس تقاطع الواي. طيب اكس تقاطع الواي العددين اللي في النص او الدايرتين اللي في النص دول الاعداد اللي تحته مغلقة 1 مغلقة 3. اكس فرج واي يعني ديت اكس وهنا واي. ايه اللي موجود في الاكس مش موجود في الواي؟ من اول ايه؟ من اول سالب 1 لغاية الواحد، بس سالب 1 مغلق وواحد مفتوح. طيب خلصنا من دي. نيجي على السؤال اللي هو الأخير، بيقول لي إيه؟ إكس بتساوي جذر 2 زائد الواحد والواي جذر 2 ناقص الواحد. طالب مني إكس ناقص الواي، طب نحط الإكس يبقى جذر 2 زائد الواحد. سالب بينضرب في قيمة الواي كلها، يبقى سالب في موجب بسالب جذر الاتنين، وسالب في سالب بموجب الواحد. طيب ديت تروح مع ديتين، 1 زائد 1 2. طب لو كانت فوق ديت تربيع يبقى هتديك 2 تربيع يبقى ب4. طيب بالنسبة لإكس زائد الواي جمعوهم بديت تروح مع ديت تديك 2 جذر 2، حاصل ضربهم جذر 2 في جذر 2 ب2 موجب في سالب بسالب الواحد في واحد بواحد، يديك 2 جذر 2 على 1 اللي هي 2 جذر 2. دي تعتبر مراجعة سريعة على على الاختبار بتاع شهر اكتوبر اللي هو ان شاء الله بكرة، وربنا ييسر الحال ونجاحنا لجميع الطلاب.